السلام عليكم. عايزة تاكلي حواوشي زي اللي بتاكليه بره وأحسن كمان؟ النهاردة إن شاء الله هنعمله بكل تفاصيله بإذن الله، وأقولك كمان إزاي تسويه في الفرن بكل تكاته. يعني سهل بسيط، بس اوعي تفوتي حاجة خالص في الفيديو. ولا المكرونة اللي تجنن. هنعمل النهاردة كمان مكرونة بالصلصة، أحلى مكرونة وأحلى حواوشي. تعالوا بقى نسمي بسم الله ونخش على طول في الفيديو. الحلة حطيتها على النار وحطيت فيها 3/4 من المية ومعلقة كبيرة من الملح، وضفت كمان كيلو إلا ربع من المكرونة القلم. من الوقت للتاني لازم نقلب المكرونة عشان ما تلزقش كده في قاعة الحلة. تعالوا بقى نشوف هنعمل الصلصة ازاي. نزلت كده بالظبط بحوالي 4 أو 5 معالق كبار من الزيت، وكمان نزلت بمعلقة صغيرة كده مليانة من الثوم المفروم. تمام. هقلب الثوم كويس جدا لحد كده ما تحسي ان ريحة الثوم كده طلعت معاكي. تمام كده تمام. اوعي الثومة تتحرق منك عشان ما تمررش منك الصلصة. هقلب بالشكل ده، ولازم برضو ايدي في التقليب عشان ما تتحرقش مني، لان من الثوم من الحاجات اللي هي بتتحرق بسرعة، فخلي بالك. نزلت كده بعصير الطماطم، ضربته كويس في الخلاط، وحطيت كمان قرن فلفل كده معاه في الخلاط، بيدي طعم حلو جدا للصلصة. جربوها كده وقولوا لي ايه طعمكم. حطيت كمان رشة صغيرة من السكر عشان تعادل الحموضة بتاعة الصلصة. هقفلها وشوية كده هضيف التوابل. تمام. تعالوا بقى نشوف المكرونة. تمام كده وزي الفل. هدفع عليها لان المكرونة لازم يكون فيها كده مضغة او عضة كده بسيطة. تعالوا بقى نشوف الصلصة. هنحط طبعا الملح المظبوط وشوية فلفل، بس مش اكتر من كده. هسيبها بس تتسبك كمان شوية. تعالوا بقى نشوف انا عملت الحواوشة ازاي. عندي هنا كيلو من اللحمة المفرومة، 40 جرام من الدهن. لازم دهن، لان الدهن يا جماعة بيدي طراوة حلوة جدا جدا للحواوشي. جبت كمان حطيت في الكبة، خلي بالك، جبت الكبة بتاعتي وضفت فيها حوالي 3 بصلات كبار. بصي لازم نطحنها كويس في الكبة مع قرنين فلفل يا جماعة. تمام. نزلت كمان بتوابل الحواوشي. بتتجاب يا جماعة من عند العطار، بتقولوا لي انا عايزة توابل الحواوشي. تمام. بنقعد كده بنعجنها في ايدينا كويس جدا جدا لحد كده ما تحسي ان اللحمة بتاعتك وانتي بتمسكيها بتشد معاكي. تمام كده تمام. يبقى معايا كيلو من اللحمة المفرومة، 40 جرام من الدهن، وكمان معايا التوابل بتاعتي حطيتها. طب ما ضفتيش لي ملح، ما ضفتيش لي شطة، انا اكتفيت بالتوابل لان دقتها لقيت فيها شطة، فيها ملح مظبوط وكويسة وجيدة جدا، فما حطيتش حاجة تاني. عندي بقى هنا الرغيف البلدي، ونضيف كده كمية حلوة كده من اللحمة. يعني هناخد كده كمية حلوة، وبعدين هحشيها في الرغيف. شايفين ما شاء الله الكمية حلوة جدا جدا. هنعملهم بقى كلهم بنفس الطريقة، وتعالوا بقى نشوف التسوية ازاي وهنسويها بالطريقة ازاي. طبعا خلصتهم كلهم وحطيتهم في الصاج بالشكل ده كده، وبعدين بالفرشة وبالزيت، وحاجة بسيطة جدا جدا من الزيت، ما تملهاش زيت. شايفين انا بمسح الفرشة ازاي بعد ما بطلعها من الزيت؟ يعني حاجة بسيطة جدا. هعملهم بقى كلهم بنفس الطريقة من فوق ومن تحت وبالفرشة بالشكل ده. أثناء التسوية لازم من الوقت للتاني تقلبيه من الناحية للناحية التانية بالشكل ده كده. يعني ما تستنيش ان هو ياخد لون وبعد كده تقلبي، لا، دي الطريقة الصح. لازم تقلبيه من الوقت للتاني. تمام. تمام كده. عندي بقى الصلصة ما شاء الله، شايفين لونها كده خلاص اتسبكت معايا، والمكرونة المفلفلة طعمها خطيرة. جربوها بقى وجربوا الحواوشة، ان شاء الله هتعجبكم. لو وصلت لحد هنا يا قمر ما تنسيش تعمل لايك لاختك واشتراك للقناة عشان يوصل لكل جديد بإذن الله. شايفين المكرونة عاملة ازاي؟ شكلها خطير خطير خطير. عرفنا بقى وما شاء الله.
ونقطع كده ونشوف الحواوشي، ما شاء الله حلو جدًا. أسيبكم في رعاية الله، مع السلامة.